تعالى أعرفكم على مصر القديمة. Forum of Religions. لكل واحد فينا دينه ومعتقداته، ومنطقة مصر القديمة منطقة جمعت الثلاث أديان السماوية، الإسلامية والمسيحية واليهودية. مكان اتواجد فيه سيدنا عيسى والسيدة مريم، واحد من أقدم وأعرق أحياء القاهرة. النهاردة احنا وصلنا مصر القديمة، جايين عشان نتعرف عليها ونكتشفها، وكان لازم نبدأ بأول جامع اتبنى في مصر وأفريقيا، تاج الجوامع، جامع عمرو بن العاص. أهلا وسهلا بيكم في أول جامع في مصر وأفريقيا. واحد من أهم وأجمل الجوامع في مصر، بقاله أكتر من 1300 سنة تقريبا. جامع كان سبب لدخول الإسلام في المنطقة دي وقتها، اتبنى في نفس المكان اللي كان موجود فيه خيمة سيدنا عمرو بن العاص، وما كانش بيستخدم للصلاة بس، لا ده كان بيدار منه كل شؤون الدولة الإسلامية. وخطب في الجامع أئمة كتير، منهم الإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعي، ولكن ما تبقاش أي حاجة من بناء الجامع القديم والشكل اللي عليه الجامع دلوقتي. وصله بعد ترميمات كتير، وموجود فيه بير مية كان سبب في وجود خرافات كتير. والحاجة اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن في بير موجود في جامع عمرو بن العاص. بير المية ده كان موجود وقت ما سيدنا عمرو بن العاص كان بيبني المسجد عشان الناس تتوضى منه، ولكنه بدأ يجف مع الوقت لحد ما جف تماما، وطلع عليه خرافات كتير، منها إن مية البير بتشفي العقم عند النساء. عشان كده منعا للخرافات والأساطير البير اتقفل. وبعديها زرنا واحدة من أقدم وأهم الكنايس في مصر، مكان قعدت فيه العائلة المقدسة في رحلتهم لمصر، اللي مروا فيها على أماكن كتير، منها المغارة الموجودة تحت كنيسة أبو سرجة الموجودة في مجمع الأديان. دي الأماكن اللي زاروها سيدنا عيسى وستنا مريم. وتعتبر منطقة مصر القديمة واحدة من أهم المناطق اللي مروا عليها العائلة المقدسة في رحلتهم لمصر، بس ما قعدوش فيها إلا كام شهر، وبعديها استكملوا رحلتهم للصعيد. احنا دلوقتي في كنيسة أبي سرجة، دي المغارة اللي كانت موجودة فيها العائلة المقدسة، هنا المكان اللي قعدوا فيه سيدنا عيسى وستنا مريم. وطول فترة وجودهم هنا كانوا عايشين على مية البير ده، وبسبب قدسية المكان اتبنى فوق المغارة كنيسة واتسمت بكنيسة أبو سرجة، وبقت واحدة من أهم الأماكن السياحية الدينية والثقافية في مصر. ومش بس دي الكنيسة الوحيدة المميزة في مجمع الأديان، في كمان الكنيسة المعلقة، وهي فعلا اسم على مسمى، واتسمت المعلقة لأنها مبنية على برجين من أبراج حصن بابليون، وهو حصن اتبنى وقت الفترة الرومانية، بناه الإمبراطور تراجان سنة 98 قبل الميلاد، وبناه في المنطقة دي بالتحديد لأن وقتها كان نهر النيل بيعدي من هنا. والحصن ده هو أول مكان فتحه سيدنا عمرو بن العاص بعد دخوله لمصر، وبعدها نصب الخيمة بتاعته في مكان الجامع اللي بناه، واستكمل فتح مصر. واتبقى من حصن بابليون 4 أبراج، منهم برج شال كنيسة ماري جرجس، وبرج جنب الكنيسة المعلقة، وبرجين مبني عليهم الكنيسة المعلقة. اللي ورايا دي واحدة من أهم الكنايس في مصر، واحدة من أشهر وأقدم الآثار القبطية في مصر. ومش بس اللي بيميزها إنها مبنية على حصن بابليون، لا ده كمان تصميمها الداخلي واحد من أحلى وأندر التصاميم في الشرق الأوسط. والكنيسة دي واحدة من أهم المزارات الدينية القبطية في مصر. واستكمالا للأديان الثلاثة، موجود في مجمع الأديان معبد بن عزرا اليهودي. اللي ورايا ده المعبد اليهودي اللي كان في الأصل كنيسة، ولكن اشتروه اليهود وعملوه معبد ليهم. وقبل ما نعدي البر التاني من مصر القديمة، كان لازم نجرب واحدة من أشهر التحليات فيها. رايحين دلوقتي ناكل عند واحد من أشهر الأماكن في مصر القديمة، وهي الكسكسي، عند مكان اسمه أبو أحمد، مشهور جدا في مصر القديمة.
مش هبقى ببالغ لو قلت إن دي واحدة من أحلى التحليات اللي كلتها في مصر. والتنوع في مصر القديمة عجيب جدا. بس 400 متر من مجمع الأديان بتلاقي نفسك عند كورنيش النيل، وفجأة كأنك في مكان تاني خالص، مكان غير المكان. دلوقتي احنا عدينا للناحية التانية من مصر القديمة، وبالتحديد موجودين في جزيرة المنيل، وجايين بالتحديد عشان نزور جزيرة الروضة، أو زي ما بيقولوا عليها جزيرة المنيل. وهي فعلا جزيرة في وسط نهر النيل، والمنيل هي كلمة مصرية معناها مقياس النيل. جزيرة بتربط بين القاهرة والجيزة، وهي من أشهر وأرقى أحياء القاهرة. عاش فيها الملوك والبشوات والأمراء. إحنا النهاردة في جزيرة المنيل، وجايين عشان نتعرف عليها ونكتشفها. نبدأ بمقياس النيل، وهو تاني أقدم أثر إسلامي موجود في مصر. اللي ورايا ده تاني أقدم أثر إسلامي موجود في مصر. بناه عالم الفلك أحمد الفراغاني، واتبنى عشان يقيسوا ارتفاع وانخفاض مية النيل، وعلى أساسه يحددوا نسبة الضرايب اللي هيفرضوها على المزارعين. ولكن اتوقف استخدامه لما اتبنى السد العالي الموجود في أسوان، وتحول بعدها المقياس لمزار سياحي. وجنب مقياس النيل موجود متحف، ولكنه مش متحف عادي. وجنب المقياس موجود متحف لواحدة من أشهر فنانين الوطن العربي. أم كلثوم يعني ربما كانت صوت مصر. وهو متحف معمول تخليداً لذكرى كوكب الشرق، هرم من أهرامات مصر، الفنانة أم كلثوم. وما كانتش فنانة مشهورة في الوطن العربي بس، لا دي كانت مشهورة عالمياً، ولحد دلوقتي الناس لسه بتسمعها. وكان حبها لمصر مش طبيعي. اتبرعت بفلوس كتير لمصر ولدعم الجيش المصري، وخدت جوائز وأوسمة كتير زي وسام الاستحقاق المصري ووسام الاستقلال التونسي وغيرهم. ومعظم مقتنياتها وفساتينها موجودة في المتحف ده. كل فستان من دول لبسته في حفلة غير التانية. ومن أشهر فساتينها الفستان الأبيض المرصع باللؤلؤ، وموجود في المتحف مقتنياتها الشخصية زي نضارتها المرصعة بالألماس، والمصحف المطعم بالصدف، واسطواناتها القديمة وأجهزتها، وشنطها وجزامها اللي كانوا ديور وماركات عالمية. والحاجة اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن في أغنية أنت عمري كانت هتقول شوقوني عينيك، ولكنها غيرتها لرجعوني عينيك. عرش من غير ملك، واحد من أشهر القصور في القاهرة والمنيل، Muhammad Ali Palace. وهو قصر الأمير محمد علي ابن الخديوي توفيق. اللي احنا موجودين فيه ده واحد من أهم وأشهر القصور في مصر. قصر كبير جدا، مساحته أكتر من 60,000 متر، واحد من أفخم القصور في مصر، متصمم على الطراز الأندلسي والإسلامي بكل فروعه. والقصر فيه مباني كتير زي قاعة الاستقبال، برج الساعة، والمسجد، ومتحف الصيد، سرايا الإقامة، سرايا العرش. وكل ركن في القصر يعتبر تحفة معمارية. نبدأ بقاعة الاستقبال، وهي أول حاجة بتعدي عليها أول ما تدخل القصر. هنا كان بيستقبل محمد علي الضيوف والأمراء والبشوات. وجنب قاعة الاستقبال موجود برج الساعة اللي عقاربها معمولة على شكل تعابين. وجنب برج الساعة موجود مسجد القصر، ورغم إن المسجد حجمه صغير إلا إنه تحفة معمارية، مبني على الطراز العثماني. ومكتوب على الحيطة اللي بره المسجد، مكتوب هنا أسامي الناس اللي شاركوا في بناء المسجد ده. وبعد كام متر من المسجد موجود حاجة ما كنتش أتوقع إنها تكون موجودة في قصر، وهو متحف الصيد. وهو مخصص لعرض مجموعة من الحيوانات المتحنطة اللي معظمها كانت هدايا للأمير. صراحة أنا مبهور قوي، في كمية حيوانات مش طبيعية يعني. أسود، طيور، غزلان، زواحف، فراشات، وحاجات تانية كتير. الجمل ده كان بينقل كسوة الكعبة من مصر للسعودية. وبعدها دخلنا سرايا الإقامة. هنا كان البيت الفعلي للأمير، لأنه كان عايش هنا. واللي كان معروف عن الأمير محمد علي إنه محب للفن، وده هتلاحظوه في جمال تصميم القصر. وموجود في القصر سرايا العرش، وهي الأهم في القصر. ده المكان اللي كان هيحكم منه الأمير محمد علي مصر. وبالرغم من حب الأمير لنفسه
إلا إنه كان حاطط ورا كرسي العرش صورة لجده الأكبر محمد علي باشا الكبير، ولكن الأمير محمد علي ما حكمش مصر، وعشان كده اتسمى المكان ده عرش من غير ملك، قصر مش عادي. وكان لازم نختم الفيديو بحاجة مميزة، وما كانش فيه أحلى من إن احنا نجرب عصير أبو همام. بيعمل عصاير ما شفتهاش في أي مكان تاني في مصر، عصاير بطريقة مختلفة. لفينا مع بعض محافظات كتير، ولكن الاختراعات اللي شفتها عند أبو همام ما شفتهاش في أي مكان تاني في مصر. فاتح بقاله أكتر من 65 سنة، واحنا جربنا من عنده مشروبين. أول مشروب هو كاس العالم، بيتكون من أفوكادو وقشطة وحاجات تانية كتير. وتاني مشروب هو السعادة، بيتكون من أفوكادو وشوكولاتة ومانجا وحاجات تانية كتير. ودي كانت مصر القديمة، ولسه في كتير نكتشفه مع بعض في مصر. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة